وإن كنت يعني تكملة لكلام الدكتور مدحت والأستاذ منير والأساتذة الفضلاء، أن هذه النظريات الأدبية التي ربما هي الأفضل أن تكون يافطات للإرشاد، وإن كان البعض جعلها أصناما تعبد، أصناما من حجر لأدب متجدد ومعاصر، فأعتقد أن الأدب هو كالغيمة التي تكون في السماء العالية، لا ترى تلك الأصنام إلا حجارة صغيرة. متمنين يكون كلنا في هذه الجلسة للأستاذة هبة كامل التفوق والإبداع. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. أنا عايز بس أذكر بألكسندر ديما الأب اللي هو عامل الكونت دي مونت كريستو سنة 3، كان بيتكلم عن التاريخ، بيقول التاريخ ما التاريخ إنه مشكب أعلق عليه قصصي. فالإبداع أولا، وكل ما هو غير الإبداع يتم استخدامه من أجل الإبداع. يعني بالنسبة لسؤال التاريخ، المبدع يعمل أي شيء. ولو نذكر سروناجو في روايات كتيرة ومنها مسيرة الفيل، كان دايما السؤال اللي عنده ماذا كان يمكن يحدث في التاريخ لو كذا ما حصلش، ويبدأ يكتب الرواية بتاعته على إنه كذا ده ما حصلش أو حصل بالطريقة الفلانية. فالمهم إن الإبداع يكون إبداع جيد وحقيقي، يستخدم التاريخ، يستخدم الدين، يستخدم أي حاجة. يعني النقد طبعا، يعني الموضوع اللي اتفتح، يعني احنا بدأنا فعلا يا دكتور بالفعل نعمل بعض الجلسات النقدية، وناقشنا رسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور أحمد فرح عن العجائبية في القص العربي، والموضوع ده مهم جدا. والدكتور عبد العزيز حمودة أعتقد كان ناقشه باستفاضة في كتاب المرايا المقعرة، ناقش فيه البنيوية العربية ونشأتها، نشأة البنيوية في أوروبا ثم كيفية استيرادها وهكذا. كان كتاب مهم جدا ناقش يعني الموضوع اللي حضراتكم بتطرحوه. لكن بعيدا عن كل ذلك، أهم شخص عندنا النهارده هو هبة فاروق، واحنا سايبينها تتكلم في الآخر، تتكلم كما تشاء، ولكن أفضل إنها تتكلم عن تجربتها مع الكتابة. اتفضل.